السلام مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ يوسف التومي. بعد ما عملنا العصير متاع الفستق، اليوم باش نعملوا بعضنا زوز انواع متاع عصير. باش نعملوا بعضنا عصير البفريوة وعصير القهوة، طريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله نكملوا مع بعضنا باقي انواع العصير اللي تعلمتم في الفورماسيون في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. اللي اول مرة يزور القناة فضلا وليس امرا يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يجي كل جديد. نتعداو توا للطريقة والمكونات. تحضير عصير القهوة لستة أشخاص. خذيت 500 مليلتر حليب، عليهم 50 جرام سكر عادي، عليهم 3 جرامات من البودر المخثر اللي هي اسمها الجام فود. الجام فود هي بودر مخثر تتباع في محلات بيع مستلزمات الحلويات. والمية جرام ب 3500. سامحوني غلطت في الفيديو اللي تعدى، قلت لكم ب5000، هي ب3500 ملي. باش ناخذ بنانة غير ربع، يعني كعبة بنان غير ربع. وباش ناخو من البات اروماتيزي 25 جرام من العجينة المنكهة متاع القهوة. حاجة باش نعملها باش نزيد البنان للحليب. انا باش نزيد كعبة غير ربع بنان. تنجموا تستغناو عليه راهو البنان وتعوضوه بواحد جرام جام فود ذاك البودر المخثر. تعوض لنا البنان ويجينا التكستير زاده باهية برشا. باش نزيدو البودر المخثر. البودر المخثر نجمو نستغناو عليه زاده اللي ما يحبوش مع عاقد برشا. ونزيد السكر 50 جرام سكر. ونكمل نزيد البات اروماتيزي بنكهة القهوة. انا عملت 25 جرام، بالنسبة لنصف لتر تعمل 25 جرام. اذا تحب تعمل كميات يعني اكبر تضاعف المقادير والمكونات. ومش نهز نخدمهم بالبي في الميكسور. بالباهي بالميكسور لين يترحل البنان والبات اروماتيزي، تتحل بالباهي في الحليب والباقي المكونات. بالنسبه للعصير هذا تنجم تزيدوا فيه كيرات، تنجم تزيدوا لوز، تنجموا تزيدوا كاكاويات، تنجم تزيد اللي تحب عليه. عصير القهوه او الموكا اللي تحصلت عليه كيما نشوفوه يعني في المحلات الكبرى، كيما نشوفوه عاقد. واللي يحبوا عقد اقل من هكا شويه ينجم ينقص في كميه المخثر، وينجم زاده نستغناو عليه المخثر. بالنسبه لعشاق القهوه راهو باش يعجبكم برشا برشا العصير هذايا، وبنين برشا كما تشوفوا ما شاء الله يشهي. ويتشرب ديما بارد. بالنسبه لانواع العصير الكل راهي ماذا بينا نشربها وهي بارده على خاطر تعطي مذاق بنين برشا. بعد ما كملنا تحضير عصير القهوة الموكا، توا تعدي مع بعضنا نحضروا العصير البفريو أو البندق بطريقة سهلة وبسيطة كما العادة. توا العصير البفريوة، عصير البفريوة عصير بنين برشا يحبوه أغلبية الناس. إن شاء الله الطريقة تعجبكم وإن شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. بالنسبة لعصير البفريوة أو البندق بالفواكه الجافة خديت 500 مليلتر حليب، زدتهم كعبة بنان غير ربع كما العادة. عندي 3 جرامات البودر المخثر اللي هو الجام فود، يتباع في المحلات بيع مستلزمات الحلويات. وهذا الجام فود نجم نعوضوه يعني ما غير ما نستعملوش، يعني نستغناو عليه ونستعملو جيست البنانة كهوا. وعندي 60 جرام سكر عادي. وبالنسبة للبفريوة خديت بفريوة حمرتها وهروشتها وخليت فيها القشرة شوية باش تعزلنا المطعم. البفريوة خديت 25 جرام بفريوة. فما شكون ينجم يعوضها باللوز وبيان بالكاكاوية.
وخذيت البات اروماتيزي. بالنسبه للبات اروماتيزي خذيت 25 غرام. النكهه نتاعها نكهه بفريوه، نجمو نستغناو عليها راهو البات هذيا، وناخذو بفريوه نرحيوها لين تقرر زيتها نستعملوها. الحليب نزيدوه البات اروماتيزي كيما قلت لكم، نجم نعوضها بالعجينه البفريوه. اللي ناخذ البفريوه نحمروه بالباهي ونرحيوه لين يقرر الزيت نتاعو، لكن نستعملوا كميه اكثر من 25 غرام، يعني بريسك 100 غرام بفريوه. توا باش نزيد كعبه البنان غير ربع باقي المكونات. نزيدها 25 غرام البفريوه اللي حمرتها وهروشتها، وباش نهز نضربها بالباهي بالميكسور باش نوريكم التكستير قبل يعني ما نحط المخاثر كيفاش يجينا، خاطر البنان كما تعرفوا راهو مخاثر طبيعي. شوفوا هذه تكسير العصير تحصلت عليه قبل ما نحط البودر المخثر. راهو نجمو نستغناو عليه البودر المخثر خاطر البنان هو مخثر طبيعي. تو باش نوريكم الفرق راهو كي تزيد البودر فرق في الفوليم، يعني باش تزيد الفوليم نتاع العصير، وزياده باش تزيد يعني الخضوريه باش يعقد لنا العصير ولينا عاقد. بعد ما حطيت القنفود توا باش نهز نضربو به بالميكسور ونوريكم الفرق ان شاء الله. هذا العصير بعد ما زدناه المخاثر كيفاش جينا يبدا عاقد، وزدنا في الفوليم كميه، معناتها زدنا الكميه نتاع العصير. نكونوا كملنا وصفاتنا لليوم، ان شاء الله نكونوا خفيف عليكم. عملنا معكم عصير القهوه وعصير البوفريو او البندق بالفواكه الجافه بطريقه سهله وممتازه. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ترجعوا الفيديو بين احبابكم واصحابكم باش تعمل فايده، وتنسونيش بتعليقكم ولايكاتكم، وفي الامان.